فيديو النهاردة مميز جدا. هنعمل مع بعض النهاردة اسهل وابسط وانجح طريقة لعمل كيك الشوكولاتة متغرقة كمان بصوص طعمه لذيذ جدا، وان شاء الله تجربيها وتعجبك. اتمنى تجربوها بنفس الخطوات. جميلة جدا، هشة جدا من بره، طرية جدا ومش مكتومة، وكمان الصوص عليها خطير جدا ويجنن، وتقدري ان انت تزينيها باي حاجة عندك. واحنا النهاردة زيناها، حطينا عليها الصوص وبشرنا عليها شوكولاتة. يلا بينا. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة جبنا الصينية اللي احنا هنشتغل بيها، دهناها كده بمكعب زبدة ورشينا عليها معلقة من الكاكاو وركناها، ونبدأ الوصفة بتاعتنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اول حاجة هنجيب الدقيق بتاعنا نحطه كده في بولة وننخله. معايا 3 كوبايات من الدقيق، معايا كوباية ونص من الكاكاو الخام، ومعلقة ونص من البيكنج باودر، ومعلقتين من النشا، ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة. هنحط كده المكونات مع بعضها، المكونات الجافة وباكت من الفانيليا، وبعدين هنبدأ ان احنا ننخلها مع بعض. هننخل كده المكونات الجافة مع بعض مرة واتنين وتلاتة. كل ما ننخلها اكتر كل ما تبقى هشة جدا في الكيكة بعد السوا. هنقلب المكونات كده مع بعضها، وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت علشان اللي حابة تعرف المقادير. هنجيب كده بولة تانية وهنبدأ نحط المكونات السايلة. معايا 4 بيضات، معايا نص كوباية من الزيت، معايا 3 كوبايات من السكر، ومعايا كوباية ونص من اللبن الدافي، ومعايا هنا معلقة من الخل. بتفرق كتير في هشاشة الكيكة. هقلب كويس جدا. الخطوة دي بقى هعملها في الخلاط او في المضرب الكهربي او في بالمضرب اليدوي عادي جدا زي ما هعمل معاكم النهاردة. اي حاجة من دول هتقضي الغرض. حطينا كده المكونات كده في بولة كبيرة علشان طلعت كتير. بعد ما ضربنا الخليط وخليناه متفاعل مع بعضه، هبدأ ان انا اصبه على المكونات الجافة بتاعتي واقلب كويس جدا بالمضرب بتاعي. نميدي ايدك شوية واضربي كويس. هنا بقى هضيف لها كوباية ونص من المية السخنة، والمية هنا تكون سخنة سخنة، يعني مش دافية او فترة. وهبدأ انزل الكوباية ونص مية، ابدأ انزلها حبة بحبة. هبدأ ان انا اقلب الخليط كويس جدا، واجيب كده معلقة او سباتولا، واجيب من تحت لفوق علشان لو في دقيق متكتل تحت ابدأ ان انا اخلطه كويس بالمكونات بتاعتي. بعد ما خلطنا كويس كده، واجيب الصينيه بتاعتي وانزل بنص المكونات بتاعتي احطها في الصينيه. حقيقه الكميه قسمتها على صينيتين بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. لو عندك صينيه كبيره ضعف اللي موجوده قدامك في الفيديو هتقدري ان انت تصبي الخليط كله فيها. بعد ما صبينا الخليط هجيب كده خله او شوكه وابدا اعمل الخطوه اللي انتوا شايفينها دي علشان الكيكه ما تفتحش معاكي في السوا. احط الكيكة في الفرن على الشبكة على نار هادية جدا، هتفضل معايا نص ساعة. ابدأ اعمل الصوص بتاع الشوكولاتة. معايا هنا نص كوباية من اللبن، مكعب شوكولاتة، مكعب زبدة، ومعايا معلقة من النشا ومعلقة من الزيت. حقيقة المكونات وقعت مني في التصوير. وابدأ ان انا اقلب كده على البارد، وبعدين اخدها على النار. احطها على نار متوسطة مع التقليب المستمر 3 دقايق مش اكتر، وبعدين انزلهم، وبعدين اصب الخليط زي ما احنا شايفينه بالشكل ده. ولو لقيتي معاكي الخليط تقيل او سميك متماسك زي ما احنا شايفينه كده بشويه، زي ما قلنا لو لقيتي الخليط معاكي بتاع الصوص سميك كده او تقيل، تجيبي شويه لبن وتخففيه بيهم. خلاص الصينيه كده استوت معايا، واجيب كده سكينه، ابدا ان انا في المنتصف كده واغرسها فيها، او السكينه بتطلع معايا نضيفه تبقى كده الكيكه استوت. قلبناها كده على الناحية التانية، وهنبدأ ان انا اصب عليها الصوص بتاعها. قلبتها كمان قلبة كمان علشان اخد الوش التاني واصب عليها الصوص بتاعها. خرمتها كده شوية بالسكينة علشان الصوص برضو الكيكة تتشرب منه. كده الصوص خلاص يعني غرق الكيكة بتاعتنا بالشكل ده. وابدأ ان انا اقطعها.
جميلة جدا، طعمها كان خطير بصراحة وشكلها كان مغري جدا. قطعناها كده بالشكل ده. هتبداي ان انتي تزينيها باي حاجة عندك. انا هنا عملت لها بشر شوكولاتة ورشيتها عليه، كانت جميلة جدا. شايفين يا جماعة النتيجة تحفة جدا، والكاميرا كمان ظلماها خرافة بصراحة. الطعم جميل جدا، ده غير ريحتها، والصوص اللي مغرقها كان شكله جميل جدا، هشة جدا جدا من جوه وطرية جدا ومش مكتومة. جميلة جدا، جربوها بنفس الخطوات وانتوا هتحصلوا على نتيجة هايلة جدا في الاخر. وده شكلها من جوه كده، شكلها خرافة جدا يا جماعة. وزي ما احنا شايفين رشين عليها كده بشرنا شوكولاتة ورشين عليها من بره. جميلة وطعمها خطير جدا، والوصفة كده كانت خرافة بصراحة. اتمنى تجربوا الطريقة بنفس الخطوات اللي احنا مشينا عليها. جميلة جدا وهشة ومش مكتومة زي ما قلنا، والصوص عليها كان خطير جدا. لو حابة ان انتي ما تضيفيش صوص عليها مفيش اي مانع.